أنا اسمي هبة صبحي أنيس. كنت باخد في كورس التدريب بتاع التنويم بالإيحاء، وكان في يوم كنت جاية مصدعة جدا جدا، وطول الطريق ما كنتش حتى عارفة أشوف ولا أركز الصداع. وأول ما دخلنا الكورس وأنا قاعدة كنت حاسة إني مدروخة وتعبانة شوية ومش قادرة أركز في الكورس. وبعدين الدكتور عمرو سألني، قال في حد عنده صداع؟ فقلت أنا عندي صداع جامد. فهو الحمد لله نده عليا وقعدني على الكرسي دقيقتين وعمل معايا جلسه تنويم بالايحاء علشان يشيل لي الصداع. وانا الحمد لله كان عندي رغبه ان انا اتعالج من الصداع ده. وبعد الجلسه الحمد لله يعني راح مني الصداع تماما، وكنت كويسه جدا لغايه ما خلصت الكورس. والى الان انا ما جاليش لغايه دلوقتي صداع بنفس الشده اللي جات لي دي، على الرغم ان انا اصلا عندي الصداع ده مرضي. يعني انا عامله عمليه في المخ وبيتكرر عليا الصداع ده كتير، بس بعد الجلسه الحمد لله ربنا كرمني على ايده يعني. بشكر ربنا طبعا. فكل يعني كل مره ببقى احسن يعني ان شاء الله.